السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده شرح فيديو جديد هنشرح فيه بوت الاختراق. بوت فيه اختراق حاجات كتير. الفيديو هيكون قصير، احنا هنشرح بس حاجة بسيطة البوت في ثانية. فأتمنى انكم قبل ما لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا كومنت حلو كده وتعملوا لايك للفيديو. يلا بينا نخش على الشرح. اولا ندخل على التليجرام وندخل على البوت. هكون سايب لكم اليوزر بتاع البوت في اول تعليق مثبت وفي وصف الفيديو، وهتلاقوا برضو في قناة على التليجرام. هسيب لكم الروابط كلها في وصف الفيديو او في اول تعليق مثبت. هتعملوا بدء زي ما انتوا شايفين. تمام. اختراق الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية وتسجيل صورة الضحية واختراق موقع وتصوير الضحية فيديو واختراق كاميرات مراقبة واختراق انستا واختراق واتس واختراق بابجي واختراق فيس واختراق سناب واختراق فري فاير واختراق تيك توك. ممكن تجمع منه جميع معلومات جهاز الضحية. كان في برضه بوت تفسير أحلام واختراق هاتف كامل وترغيب مرابط وشرح البوت ولعبة الأذكياء وإغلاق الموقع وإنشاء ميل في حياة زي ما انت شايف وتصوير بدقة عالية وصيد فيزات ومعرفة رقم الضحية وأرقام وهمية الأرقام الفيك والبحث عن صورة وفحص روابط وعدتني نقطة واختراق بث الراديو وتحويل النص إلى صوت. فيه زي ما انتوا شايفين حاجات كتير. تمام. طيب هنيجي مثلا هنشرح اختراق واتساب. نضغط عليه وهننزل تحت. تمام. هتلاقوه جايب لنا رابط. ماشي، انت هتاخد الرابط ده وتبعته للضحية. تمام. الضحية يعمل ايه؟ الضحية هيقوم فاتحه. تمام. بتقول للضحية ان هو بيوثق رقمك. تمام اهو زي ما انتوا شايفين. اول ما الضحية يدخل عليه هيفتح له الصفحة دي طلب توثيق رقمك الواتساب. تمام. هننزل لتحت، هو اللي هينزل تحت. تمام. هتخليه يختار الدولة، مثلا هو من مصر يختار مصر ويدخل رقم تليفون، مثلا نفترض ان ده رقم تليفون. تمام. ونعمل طلب الكود زي ما انتوا شايفين. تمام. هنرجع لو زي ما انتوا شايفين. تمام. ثانية. زي ما انتوا شايفين لقد قام الضحية في إدخال رقمك رقم الهاتف هذا. يكون في طلب الكود هذا الرقم في واتساب سريع. تمام. تاخدوا رقم ناس وهتروح على نسخة واتس. ثانية. تمام. وهنعمل ايه بقى؟ هنطلب كود. ثانية واحدة. في نسخة تمام. ثانية. هنعمل الرقم. ثانية. تمام. وهنطلب كود. بس ما اتحقق على طول. تمام. وبعد يعني ما يطلب كود اهو ماشي. الضحية اللي هيعمل كده مش انت. تمام. بعد ما يطلب كود. تمام. هتخلي ايه؟ هتخليه يدخل الروبوت على البتاع. هتخليه يدخل الروبوت بتاع اسمه كود هنا في ثانية مكان الكود بتاعه. يعني هو هيطلب الرقم هو اهو. ثانية. وهيدخل رقم التليفون. تمام. وهنفترض مثلا هنعتبر ان دوت الكود مثلا. في تمام. هنعتبر دوت الكود اللي جه للضحية وجوه هيقوم عامل ايه؟ ارسال الكود. تمام. الكود خلاص رجال تحكمون الكود. تمام. هنرجع احنا بقى ايه للتليجرام زي ما انتوا شايفين. لقد تم وصول الكود رقم هذا. تمام. بقوم واخد الكود ورايح حاطه في ايه؟ في البتاع في الرقم يعني، والرقم هيفتح معاك زي ما انتوا شايفين. ديت ايه؟ اختراق الواتس. هنيجي مثلا عند ثانية معرفة رقم مثلا عند ايه؟ فحص الروابط. هنضغط عليه
يقولك ايه، الراجل يرسل الرابط لفحصه. هناخد الرابط ده رابط ملعقم، يعني المفروض يدينا ان الرابط ماهوش صالح، يعني الرقم مينفعش ندخل عليه. ثانية بيحمل اهو، ثانية واحدة، النت بس عندي ضعيف، هنستنى عليه شوية. تمام زي ما انت شايف التصنيف خطير جدا. تفاصيل التصنيف تم اكتشاف كثير من البرمجيات الخبيثة التي يمكن أن تخترق. زي ما انتوا شايفين يعني الرابط كده، الرابط ملعقم ما تدخلش عليه. زي ما انتوا شايفين بقى لو تقدروا تكتشفوا بقية الحاجات، هي في حاجات كتير، يعني اختراق مثلا كاميرا مراقبة، اختراق بابجي نفس ما عملنا في اختراق الواتس هتتعمل في اختراق بابجي، بس بقى هيدخل الايميل بتاعه بس.